الله حي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله بخير. وابن الفرات يحييكم. قبل أن ندخل بأجواء الفيديو أتمنى منكم لا تنسون الدعم باللايك والاشتراك، وحبيت أشكر كل شخص ساند ودعم ذاك الفيديو السابق. ربي يحفظكم وباساتي لكم بدون أي استثناء، وأتمنى على الزائر الجديد لا ينسانا بالدعم باللايك والاشتراك. أنا يكون بين نبلش بأجواء الفيديو. المنتخب العراقي يواجه في بطولة كأس آسيا في أول مباراته المنتخب الأندلسي في الساعة 5:45 بتوقيت بغداد يوم 15 يوم الاثنين إن شاء الله. أما على قنوات الناقلة سوف تنقلها المباراة بين سبورت والدور والكاس وقناة الرابعة. وأكو خبر بس مو هذا الخبر رسمي، منتظرين إشارة أنه رئيس الوزراء العراقي محمد أشياع السوداني قال أنه سوف تنقل مجانا على قناة الرابعة، بس هذا الخبر مو رسمي حتى لا ينحسب عليه، انه منتظرين اشارة، واذا اكو خبر رسمي بهذا الامر سوف انشره في قناتي ان شاء الله. اما الخبر في تصريح المدرب العراقي كاساس يصرح قائلا المنتخب الياباني فريق عالمي وقوي جدا، وانا اريد الانتصار على اليابان، ولدينا الامكانيات للفوز على اليابان والفوز بجميع المباريات، وإذا قمنا بالتركيز على مباراة اليابان سيقل تركيزنا في المباريات الأخرى. نعلم أن الجماهير تريد الفوز على اليابان، ونحن نعلم بهذا الأمر، وعلينا التركيز على مباراة الافتتاح لأنها مفتاح التأهل للمباراة أمام اليابان. يعني يقول إذا ركزنا في هذه المباراة يعني راح يقل تركيزنا على المباراة الأخرى. أنتم شنو رأيكم في التصريح كاساس؟ مدرب الياباني يفجرها قائلا إني جمعت أفضل لاعبي اليابان لكي أتوج بلقب كأس آسيا في قطر. وفي تصريح آخر من المدرب العراقي السابق أوزبكي حاليا أفضل مواجهة العراق في نصف نهائي على مواجهة كوريا الجنوبية واليابان، واللاعب العراقي يعاني أمام المنتخبات الكبيرة، وأوزبكستان أحد كبار القارة. وفي تصريح آخر من اللاعب الدولي السابق حبيب جعفر يصرح قائلا منتخب العراق يمتلك شخصية قوية، وبالتالي لن يكون خصما سهلا أمام اليابان، والفوارق ليست كبيرة بين المنتخب العراقي والمنتخب الياباني، ومن الممكن تحقيق الفوز على المنتخب الياباني في كأس آسيا. المصدر برنامج القشاش. وفي تصريح عدنان لفتة في حديثه أمير العماري يمتلك دور القيادة، وتحسه صار له سنين يلعب مع المنتخب العراقي. وفي تصريح آخر من اللاعب الدولي السابق محمد الدعية اللاعب السعودي مجموعة المنتخب العراقي التي تضم منتخبات اليابان وفيتنام وأندونيسيا سيترشح عنها اليابان والعراق إلى دور الثاني من بطولة آسيا. منتخبات السعودية واليابان والعراق وأستراليا هي الأقوى والأقرب لمنافسة على لقب الآسيوي. لهنا حبايب قلبي تنتهي حلقتنا، وأتمنى عليكم ما طلنا بالحديث والتصريحات، أنتم لكم الرأي والرد. أتمنى أنكم تردون علي بالتعليقات وتشوف شنو رأيكم. لهنا تنتهي حلقتنا، وأترككم برعاية الله وحفظه، وأرجع أقول شكرا لكم، ولا تنسونا بدعمكم ولايكم والاشتراك. كان معكم أخوكم ابن الفرات، أترككم برعاية الله وحفظه. في أمان الله.